بنرحب بكل متابعينا، فأهلا وسهلا بحضراتكم. أبو الطيب المتنبي هو شاعر عربي عراقي من أعظم الشعراء العرب. عرف بذكائه وفصاحته، وغلب على شعره طابع المدح والإطراء للملوك والسياسيين في عصره، بالإضافة إلى قصائد أخرى عن الشجاعة وفلسفة الحياة ووصف المعارك. وللمتنبي حوالي 326 قصيدة ما زالت شائعة حتى يومنا هذا. ولد أبو الطيب المتنبي في مدينة الكوفة العراقية، لكن وبعد حدوث اضطرابات في الكوفة اضطر للهرب مع والديه إلى الصحراء السورية، فتربى وترعرع مع البدو وتعلم منهم اللغة العربية، واكتسب الفصاحة والبلاغة، وتمكن من اللغة العربية بشكل كبير، حيث أصبح من أفضل من استخدموا اللغة العربية وأعرفهم بها. بدأ المتنبي حياته العملية بامتهان الشعر كوظيفة لكسب المال، من خلال مدح الشخصيات المهمة الغنية في بادية الشام وبغداد. لجأ أبو الطيب المتنبي إلى بلاط سيف الدولة الحمداني أمير حلب، فوجد عنده الرعاية وقربوا منه وربط بينهم صداقة قوية. ميز سيف الدولة المتنبي على جميع شعرائه، ومنحه وسام لم يعطيه لأحد غيره، فامتلأت صدور أهل بلاطه بالعداوة والغيرة. وعندما اشتد غيظ الحاسدين قرر المتنبي مغادرة البلاط، وذهب إلى كافور الإخشيدي حاكم مصر في ذلك الوقت. فأحسن كافور إلى المتنبي وأكرمه، فطلب منه المتنبي أن يوليه في مصر أو الشام، فوعده، لكنه أطال في المماطلة حتى يئس منه المتنبي، فراح يهجوه وغادر مصر. مات المتنبي وهو في سن 50 من عمره، مقتول على يد شخص اسمه فاتك الأسدي، وذلك بعد أن قام المتنبي بهجاء ابن أخته في إحدى قصائده، فاعترض فاتك طريقه ومعه جماعة من أصحابه، وعندما رآهم المتنبي حاول الهروب، إلا أن غلامه استوقفه وقال: ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فتأثر المتنبي بكلمات الغلام وقرر العودة لمحاربتهم، وبالفعل ذهب وقاتلهم مع ابنه وأصحابه، ولكنه قتل، وتم سرقة كل ما كان معهم من أموال وكتب وأمتعة. والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.